انت اكيد شفت قبل كده لامبورجيني لونها ذهبي او زي ما بيتقال متغلفه بالذهب، وجه سؤال في بالك اكيد، هل العربيات دي متغلفه بذهب حقيقي ولا لا؟ فهو التعديل عامه ثقافه كبيره جدا، وانواع التعديل ملهاش اول من اخر. في تعديل على الشكل الخارجي، مثلا بيغيروا الاشكال او اللون، ممكن كمان اجزاء من الكربون فايبر واستيكرات الالوان. في تعديلات مثلا بتكون للصوت زي تعديلات الاكزوست. في مرحله تعديل الاداء وبتكون للمحرك والجير والبرمجه، بس دي التعديلات اللي بتبقى في موديلات ممكن يتقال عليها عاديه او رياضيه. عامه التعديل اللي احنا هنتكلم عليه في الفيديو ده غالبا بيتعمل للسوبر كارز بس. الجزء الخارجي بيجنن اصحاب العربيات اوقات لانه اكتر جزء واخد مساحه من الشكل كله، فهتلاقي شباب اليابان مثلا بالكاش اللي ملوش اخر بيرصوا كريستالات غاليه جدا على البادي كله. في اللي بيجيبوا رسام مشهور يخلي البادي كله كانه لوحه فنيه. لكن الاكيد اكتر شكل لفت انتباهك انك شفت فيديوهات لسوبر كارز لونها ذهبي بتلمع وشكلها كانها سبيكه ذهب متحركه. في الفيديو ده هنشوف حقيقه تغليف العربيات باللون ده واذا كان حقيقي ولا لا. برضه هنشرح تفاصيل التغليف عامه بتحصل ازاي، وهنوريك نسخ مطليه بالذهب الحقيقي ولا مجرد لون، وفي نسخ كانت بتنزل ستوك بقطع من الذهب من المصنع نفسه. واخر حاجه هنختم بيها ان احنا هنقارن زي انواع تانية من التغليف. علشان اجاوبك على السؤال لازم تبقى عارف ان التغليف بالذهب الحقيقي نفسه ده غالي جدا جدا، ساعات ممكن يوصل لسعر الموديل نفسه. الذهب بيطلب منه كميات كبيره جدا علشان يغلف العربيه كلها، ده لو كان حقيقي. تاني حاجه لو خبطه صغيره فكده اللون نفسه هيبوظ اصلا وفلوس كتير جدا اترمت على الارض. السبب اللي بعديه ان الذهب وزنه تقيل، واعتقد ده مش شيء كويس ابدا لاي سوبر كار. موديل مثلا زي الفيراري الاف 40 مدهونه بطبقه دهان واحده، 2 لتر بس من الدهان اترشوا على البادي كله. فحوار الوزن ده مهم جدا للسوبر كارز برضو. ده غير ان الذهب جذاب بزياده احيانا زي مساحه العربيه الكبيره كده، وفي ناس مش بتشوفه حلو خالص وكانه تشويه للموديل نفسه. في سبب كمان في خواص الذهب نفسه، الذهب موصل جيد للحراره وده بسببه بيخلي البادي كله سخن. علشان كده هتلاقي ان اغلب العربيات اللي فيها اللون ده مش هيكون دهب حقيقي تماما، اللي انت ممكن بالصدفه تشوفها بنفسك في الشارع او في معرض. تاكد 100% انه مجرد تغليف بلون كروم ذهبي مش اكتر. حتى لو هي شكلها مبهر وقوي جدا فتاكد ان هو مجرد لون. ده حتى اصلا لو هيتعمل بذهب حقيقي مش بيكون ذهب خالص بسبب السعر وبسبب خواصه زي ما اتكلمنا، فبيتحط معاه زي مواد تانية زي النحاس علشان التكلفه تبقى اقل واللون كمان يكون ثابت على العربيه بشكل اوضح. خلينا نتكلم عن تفاصيل التغليف كلها، مثلا بدايه باشهر نوع فيهم وهو البي بي اف، البينت بروتكشن فيلم، واللي هي عباره عن طبقه حمايه للعربيه ومن الشمس والرمل وكل الكلام ده. ودي ماده بتكون اسمها بولي يوريثان. الماده دي بتكون بسمكات مختلفه وبتبقى على حسب الطلب والشركه اللي بتصنعها. في منها انواع بتكون غاليه جدا جدا، ده بيكون حسب احتياجات ومدى الحمايه وتعرض العربيه للخطر. والماده دي في العادي بتبقى شفافه، وحتى الازاله بتاعتها بتكون سهله عن طريق ادوات تقشير مخصصه ومع محترفين طبعا في المجال ده علشان تخرج زي ما هي ما فيهاش اي خدش خالص. والموضوع ده بالذات عندنا كمان في مصر منتشر جدا في الفتره دي. في نوع تاني انا بحبه جدا من التغليف وهو الهولوجرام، وده مش بيكون تغليف قوي، انا ممكن اعتبره كستيكر اكتر، وبيكون عباره عن اضافه استيكرات لاجزاء في العربيه بتدي منظر جذاب جدا. بيتغير الاشكال والالوان مع الاضاءه او في الشمس بالذات، من كل زاويه ممكن تشوفها بطريقه مختلفه. ولكن الهولوجرام ده بيكون طريقه لتزيين العربيه، مش بتحمي الجسم من حاجه زي البي بي اف كده. في نوع تالت بيحمي من الحراره انها تخش للداخليه وهو السيرمال او التغليف الحراري، وده بيبقى عازل موجود على الزجاج، احيانا بيكون شفاف، واشهر نوع طبعا ليه هو الفامي، ده بيحمي من اي حراره انها تخش للداخليه. بما اننا شرحنا التغليف وانواعه خلينا نوريك بقى شويه نسخ مطليه بالذهب فعلا. اولهم مثلا نسخه نيسان جي تي ار 35 ظهرت في 2016 في معرض ابو ظبي كاستم شو، اكبر تجمع سيارات معدله في الشرق الاوسط. المهم ان نسخه الجي تي ار دي مطليه بكروم الذهب، وللعلم ده مش بيكون ذهب حقيقي، ده بيكون لون عاكس للون الذهب. دي كانت متعدله ل 820 حصان، سعرها دلوقتي ممكن يكون اكتر من 500 الف دولار، ويقال انها خدت سنه كامله علشان يتعمل فيها النحت والاشكال دي كلها. النسخه دي خدت ضجه زياده جدا عن اللزوم اول ما اعلنوا عنها، ويوتيوبرز كتير جدا راحوا صوروها واتكلموا عليها. في نسخه كمان من المانيا خدت ضجه عندنا هنا في مصر، وهي العربيه بتاعت المغني حمو بيكا، موديل الاودي الكيو 3. كان طالع بيقول انها مطليه بالذهب الخالص عيار 24، وكانت الناس اللي بتشوفها بتقول انها مطليه بميه الذهب. هو كان بيرد عليهم بحجه ان مفيش ميه ذهب بتلزق على الصاج، لكن هو برضو مجرد راب بيعكس اللون الذهبي مش اكتر. بس خلينا في عربيه كانت مطليه بذهب حقيقي مع المجموعه اللي هنفضل نتكلم عليها مده في الفيديو ده، لان الفيديو كان كله هيبقى عليها، بس انا قررت اتكلم عن الفكره عامه. مجموعه الامير السعودي تركي بن عبد الله اللي مكونه من سوبر كارز كتير كلهم مطليين بنفس اللون الذهبي، واللي سعر المجموعه يقال انه اكتر من 30 مليون دولار. واول عربيه واكتر نسخه
المشهورة باللون ده عنده طبعا بتكون لامبورجيني، مع نسخة الافنتادور ونسخة الاس في منها كمان. النسخة دي ممكن يكون سعرها اكتر من $1,000,000. الاسطول مرة بتاعه اتشهر جامد قوي لما خدوا مخالفات في لندن، مخالفات بقيمة $110 باين، بس بالنسبة للفليت الذهبي ده ولا حاجة. ودي مش اللامبورجيني الوحيدة اللي عنده، حتى لا عنده كمان نسخة هوراكان مطلية بنفس اللون الذهبي، واحتمال كمان تكون بنفس سعر $1,000,000 ده. لو تلاحظ ما شاء الله هتلاقي كل حاجة في المجموعة دي تمنها تقريبا $1,000,000، حتى مع بوجاتي. فظهر تركي بن عبد الله مع بوجاتي فيرون وكانت برضو مطلية باللون ده، بس دي بالنسبة لي طبعا اقوى واحدة في المجموعة كلها في الشكل ده. سعر البوجاتي دي لوحدها اصلا من غير اللون بيكون $2,000,000، رقم عملاق جدا للبوجاتي ولاي نسخة عامة. وزي ما انا كنت بقول لك كده، انا كنت هتكلم عن المجموعة دي في الفيديو لوحده، لان المجموعة كلها باللون ده. عندك مثلا المرسيدس جي كلاس 6x6 كانت ظهرت برضو في شوارع لندن باللون ده. كمان برضو من المانيا نسخة البورشه 918 وحش الهايبريد ده ظهر برضو باللون ذهبي. حتى نسخة الرانج روفر اللي كانت معاه كان بنفس اللون وسعرها وصل ل $700,000. الفكرة ان الكوليكشن ده ليه ستايل مبهر حقيقي حتى لو هو مش دهب حقيقي. الجزئية دي حاجة انا معرفتش اتأكد منها خالص بشكل كامل، لكن ده اكتر كوليكشن مشهور على النت كله انه دهب حقيقي. السبوترز في لندن مسمينه نايت برايد. الاسطول ده لما مشي في لندن جنن السبوترز كلهم هناك، ومتصور من كل الزوايا اللي ممكن تتخيلها ولا كأنه فيلم في السينما. بس خلينا نروح لمستوى تاني، مستوى العيار ال 24 مع الدولوريان دي ام سي 12. الغريب ان انا وانا ببحث لقيتها بالصدفة قدامي، ما كنتش مصدق ان انا هشوف حاجة زي كده. دولوريان مطلية بدهب عيار 24، دي بتكون واحدة من 3. وكان في خطة من شركة امريكان اكسبريس ان هم يعملوا 100 نسخة بالشكل ده، بس مفيش غير 7 طلبوا العربية، و3 منهم اللي اتنفذوا فعلا قبل ما المصنع يقفل. في نسخة منهم اتباعت لشخص في شمال كاليفورنيا، بس خبط الباب خبطة وحشة جدا جدا، وشركة التأمين كان عليهم ان هم يدفعوا $14,000 عشان يصلحوا الجزء ده. الغريب والمضحك ان ساعتها هنا اكتشفوا ان هو مش دهب 100%، كانت عبارة عن فولاذ ولون وشوية دهب صغير جدا عيار 24. والنسخة الثالثة اتعرضت للبيع مقابل $250,000، ودي محدش يعرف عنها حاجة خالص. والاخيرة موجودة في متحف عادي في امريكا. لكن مع ماكلارين هتلاقي بقى في اجزاء من الدهب فعلا في العربية. المحرك علشان يعزل الحرارة فبيستخدموا الدهب. هنا هتلاقي الصور الاشهر لمحرك الماكلارين الاف 1، الموديل اللي ناس كتير بتصنفه انه احسن موديل اتصنع في تاريخ الصناعة كله. وفي طبعا نسخ منصوري مع موديل رولز رويس كولينن، هي اساسا بتنزل باجزاء من الذهب والمجوهرات على حسب الطلب. لكن منصوري شركة معروفة يعني، حطت لمسات كتيرة من الذهب الحقيقي داخل العربية. ده غير ان هم كانوا كاتبين اسم منصوري باللغة العربية كده. والنسخة دي اتقال عليها انها 1 of 1، واللي صممها هو كيروش منصوري مالك الشركة بنفسه. بس الاكيد ان تغليف الذهب ده مش اغرب حاجة ممكن تشوفها، اكيد شفت اغرب من كده في بادي العربية نفسه. عندك زي البادي اللي ممكن يكون بالكامل من الكربون فايبر العاري. والمستوى الاخير لما الكربون فايبر يكون مع الذهب بيخلي القطع تكون من عالم تاني حرفيا. في الاخر تعديل العربيات بالذهب مش احسن حاجة الصراحة. صعب جدا اصلا تشوف نسخة حقيقية تكون بالذهب، رغم ان في نسخ متطبق عليها الفكرة دي فعلا، لكنها نادرة وغالية جدا ومعروضة في متاحف او جراشات خاصة ما بتتحركش ومش معروضة للجميع. بس كده، ده كان كلامنا عن اغلى واكتر شكل مبهر ممكن تشوفه لنسخة خارقة في الشارع. اكتب لنا بتعجبك الفكرة دي ولا لا. سلام.